نبدأ يومنا بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. هنا هو برضو البيت كالعادة مليان برسيم. كنا جبنا الدقيق من الطاحون، وهنا ده العلف بتاع البهايم، ردة وشامي وذرة وعلف بهايم. كنست السلم كده قلت بالمرة علشان هو أصلا نظيف يعني، بس أنا بكنسه أول بأول احتياطي. يعني النظافة حلوة طبعا، هو مبيبانش عليه علشان شكله قديم، بس برضو النظافة بتاعته بتبقى حلوة. هنا هتبدأ التخليطة. هنا في واحد بيجي يعملها لنا التخليطة، يعني هو ولد بيساعد جوزي. بيعمل لنا كده التخليطة في بعضها. باخد منها انا في الوقت ده حبة للبط. يعني هنا ده شامي وردة وعلف، اخد منهم. بعد كده هو بيكمل في شوال تاني، بيحطوا بقى ايه، عبارة عن علف بهايم كده، حاجة كده لونها بني ومدورة. قلت اطلع احضر له غدا على السريع. عملت له بطاطس، قليتها كده بسرعة. وحضرت له يعني أكلة خفيفة كده بلدي، أكلة فلاحي زي ما بيقولوا كده. هو برضو الناس بتتعب في الصعيد، هنا اليوم كله شقة وتعب. هي أكلة كده متواضعة وبسيطة. المهم ان هو يعني ياكل له لقمة، ربنا يديله الصحة. التونة اللي فاتت دي يا جماعة أنا عاملاها في البيت، اللي في الطبق اللي هناك ده عاملاها في البيت. هنا بقى المواعين طلعت من تحت، قلت اغسلها اول باول برضو قبل ما اعمل الطبيخ اخر النهار. هنا البوتاجاز مكانش احسن حاجه، مسحته ونضفته ولعتله على الشاي. بص هنا بقى الحوض خلاص بعد ما نضفت من المواعين. البقع اللي تحت دي في الحوض ده من منظفات بجيبها للبوتاجاز، هنضفهم معاكم. هنا عملت بيتزا في نهايه اليوم وكب كيك لعيالي. لو عجبك الفيديو اعملي لايك واشتراك في القناه.